السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن مهنة الحلاقة وأدوات الحلاقة. هذه الشنطة شنطة الحلاق. كانوا الحلاقين طبعا عندهم بسطات، وفي حلاقين يتجولوا في وسط الحواري في مكة المكرمة، فعاد الحلاق يمسك الشنطة هذه ويتجول ويقول اسطى اسطى اسطى. طبعا الرجال الكبار يعرفوا الاسطى هذا معناته الحلاق، فيقول له تعال يا اسطى. يجي الاسطى يحلق للراجل الكبير عند بيته في المركز عند الدكان. كانت الشنطة هذه، وهذه أدوات الوسطى اللي هو الحلاق. هذه الخرقة القماش اللي هي ستارة. هذا المستحد اليدوي طبعا جلد برضه، وهذا برضه المستحد كان يحطه تحت رقبته ويمده في يده، هذا برضه مستحد جلد. وهذا المستحد الحجر برضه كان معه، وهذا الموس، وهذا أدوات الحجامة. هذا المحقن تنك، هذاك الكبير وهذا الصغير، وهذا المحقن القرن، وهذا الموس. طبعا الموس هذا وصلة واحدة ما له غيارات، هو هذا كل ما يتلم يسنوه، يا يسنوا بالجلد يا بالحجر. طبعا الحلاقة نوعين، حلاقة كانت حلاقة جليد وحلاقة توليتا. إذا قلت له توليتا معناته بالماكينة، هذه التوليتا. وإذا قلت له جليد معناته أقرع بالموس. فهذه نوعين من الحلاقة. طبعا إذا أنت حلقت أقرع الله يعينك، حتجي من هنا مجلوط كم جلطة في راسك، وكمان تروح الحارة هناك يقولوا لك كف الحلاقة. في بعضهم يدوك كف، وبعضهم يقول لك لا السنة 3، يدوك 3 خبطات في دماغك. هذه لابد منها اللي هي كف الحلاقة. الله يعينك إلا حلقت أقرع. وهذه الحجامة. طبعا الحجامة كانت المحجم يشرط محل التحجيم ويحط المحقن ويمضغ حاجة بفمه زي اللبانة وزي الشمع، يمضغها بفمه في نفس الوقت يشفط من هنا، يشفط ويكبس الشمع هنا واللبانة هنا. هذه كانت طريقة التحجيم قديما، يا بالمحقن ده يا بالقرن، نفس الطريقة. شوفي فتحة من الأخير من هنا، وهذا كمان له فتحة كده وله فتحة كده. هذه طريقة التحجيم قديما. سلامة.